مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال حد سأله لي كومنت. ايه هو السؤال؟ السؤال بيقول: هو الفضة الايطالي لازم يكون عليها دمغة مصرية ولا دمغة 925 ايطالي بس؟ اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. السؤال اللي سألته هنا بيقول: هو الفضة الايطالي لازم يكون عليها دمغة مصرية ولا 925 بس عادي؟ اول حاجة لازم تفهموها ان دمغة 925 دي بتبقى موجودة مصري وايطالي بس بشكل تاني. يعني ايه؟ يعني الدمغه الايطالي بتبقى مكتوب عليها 925 او اس 925 بالليزر بسيط كده زي ما انتم شايفين في الشاشه. تمام. لكن الدمغه المصريه بتبقى مدموغه دمغه حفر، مكتوب من جوه 925 بس ما تبقاش ظاهره مع ناس كتير زي موجوده في الشاشه دي برضه. تمام. ده الدمغه المصريه والدمغه الايطالي، دي مكتوب 950 دي مكتوب برضه 925. تمام. طيب، هنا السؤال بقى بيجي بيقول لي: هو الفضه الايطالي لازم يكون عليها دمغه مصريه ولا 925 بس عادي؟ بص، انا هقول لك حاجه. زمان كنا بنجيب الشغل الايطالي، الشغل المستورد عامه، بنجيبه بدمغته بس، اللي هو ايه؟ الدمغه اللي هي 925 او اس 925 بس، هي الدمغه الوحيده دي بس. تمام. دلوقتي بقى يجي اس 925 مكتوب عليه او 925 الشغل الايطالي ودمغه محفوره، يعني دمغتين مع بعض، دمغه مصريه ودمغه ايطالي. طيب ايه الفرق بين الشغل ده والشغل ده بقى؟ الفرق بين الشغل الاولاني اللي هو مدموج دمغه واحده بس 925 دي بس، دي دمغه دي من بره، من بلاده بره. فاهم قصدي؟ معنى كده ان هو جه هنا مصر متهرب، ما عداش على مصلحه الدمغات او ما اتدمغش هنا في مصر عامه. الشغل جاي متهرب، داخل عندنا هنا متهرب. تمام. الشغل ده كان بيجي زمان كتير، لكن دلوقتي بقى يجي يدمجوه على طول في مصلحه الدمغات. بقى يدمغ دمغتين، دمغه مصريه ودمغه ايطالي. دمغه ايطالي اللي هي بتيجي من بلاده، والدمغه المصريه اللي هم انهم من هنا عدى على مصلحه الدمغات، الدمغه دي ودي دمغتين مع بعض زي ما انتم شايفين في الشاشه، دمغتين مش دمغه واحده بس. فهي دي الاجابه بتاع السؤال اللي هو سأله، هو اللي هو الفضه الايطالي لازم يكون عليها دمغه مصريه ولا 925 بس. عامه هي ما تفرقش معاك، محدش بيجي يكشف ويراجع يقول شوف الخاتم ده انت مدموج دمغتين ولا كده، بس هو يفضل ان انت تجيبه دمغتين، يفضل. بس برضه ما فيهاش حاجه لو انت جبته بدمغه واحده بس، ما مش يعني مش هيحصل حاجه، يعني ما فيش حد هيجي يبص على خاتم في الاخر ب 200 300 جنيه يقول لك لا دي مدموج دمغه ولا دمغتين. فمش قصه. لو في الذهب الذهب ماشي، الذهب سعره عالي، لكن في الفضه مش هيفرق خالص. فدي اجابتي على السؤال اللي هو ساله لي، ويا رب اكون افدتكم. ولو حد عنده اي سؤال تاني اكتبه في كومنت وانا هجاوب عليه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.